22 عام على رحيل عملاق الأداء، كيف أصبح محمود مرسي أيقونة لن تتكرر؟ يعد الفنان الراحل محمود مرسي واحد من أبرز رموز الفن المصري الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ الدراما والسينما. ويوافق اليوم 24 إبريل الذكرى ال 22 لرحيل الفنان محمود مرسي الذي رحل عن عالمنا سنة 2004 بعد مسيرة فنية وإنسانية استثنائية ظل أثرها حاضرا في وجدان الجمهور العربي. لم يكن الفنان محمود مرسي مجرد ممثل يؤدي أدوارا تقليدية، بل كان حالة فنية خاصة امتلك أدواته بثقافة واسعة وحضور هادئ فرض بهما احترامه على الشاشة. تميز محمود مرسي بصوته الرخيم وأدائه المتزن، ما جعله الخيار الأول لتجسيد الشخصيات المركبة، خاصة أدوار المثقف والحكيم، وذلك دون افتعال أو مبالغة. اتولد محمود مرسي في مدينة الإسكندرية لأسرة عريقة، حيث كان والده مرسي بيك محمود نقيب المحامين بالإسكندرية. تلقى تعليمه في القسم الداخلي بالمدرسة الثانوية الإيطالية، ثم التحق بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وهو ما أسهم في تكوين وعيه وثقافته التي انعكست لاحقا على اختياراته الفنية. وسافر محمود مرسي لفرنسا لدراسة الإخراج السينمائي، حيث أمضى هناك 5 سنوات قبل أن ينتقل إلى بريطانيا للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية. ومع اندلاع العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 قرر الاستقالة والعودة لوطنه، ليبدأ بعدها مشواره في الإذاعة المصرية ثم التلفزيون المصري. وانطلقت المسيرة الفنية للفنان محمود مرسي سنة 62 من خلال فيلم أنا الهارب مع المخرج نيازي مصطفى، ليبدأ بعدها رحلة فنية حافلة استمرت لسنوات طويلة، وواصل خلالها حضوره القوي في ستينات وسبعينات القرن الماضي. وخلال تلك الفترة قدم مجموعة من الأعمال السينمائية التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية، من بينها الخائنة والسمان والخريف وأغنية على الممر وطائر الليل الحزين وأبناء الصمت. ومع نهاية السبعينات اتجه محمود مرسي بشكل أكبر للدراما التلفزيونية، فقدم أعمالا ناجحة رسخت مكانته لدى الجمهور، من أبرزها رحلة السيد أبو العلا البشري وبين القصرين والعائلة ولما الثعلب فات. ورغم نجوميته الكبيرة عرف عنه الابتعاد عن الأضواء في حياته الخاصة، مفضلا العزلة والهدوء، مكتفيا بما يقدمه من فن صادق يعبر عن شخصيته، وهو ما منحه احتراما واسعا وتقديرا كبيرا بين زملائه وجمهوره. وجسد محمود مرسي شخصية عتريس في فيلم شيء من الخوف، والذي مثلت نقطة فارقة في مشواره الفني، حيث أثارت جدلا واسعا وقت عرض العمل، حتى ان الرقابة منعت طرح الفيلم من البداية بدعوى ان شخصية عتريس ترمز الى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وان فؤادة ترمز الى مصر. وعلى جانب اخر برع محمود مرسي في تقديم ادوار الشر على الشاشة، وترك بصمة قوية في عدد من الافلام، من ابرزها ثمن الحرية والسمان والخريف والباب المفتوح وليل وقضبان. وقدم محمود مرسي عدد من الأعمال الدرامية المميزة التي رسخت مكانته لدى الجمهور، ومن أبرزها مسلسل بين القصرين، حيث اشتهر بتجسيد شخصية سي السيد، إلى جانب مشاركته في قصر الشوق المستوحى من الجزء الأول والثاني من ثلاثية الأديب نجيب محفوظ. تزوج الفنان محمود مرسي مرة واحدة عن حب من الفنانة سماحة أيوب، وأنجب منها ابنه الوحيد علاء. ومع انشغال كل منهما بمسيرته الفنية، انتهى الزواج بالانفصال، إلى أن العلاقة بينهما ظلت قائمة في إطار من الاحترام والصداقة. وفي الدراما اجتمع محمود مرسي وسماحة أيوب مجددا في مسلسل المحروسة سنة 85، وليقدم معا تجربة فنية مميزة جمعت بينهما على الشاشة من جديد. وكانت كشفت الفنانة الراحلة سماحة أيوب في لقاء سابق مع الإعلامية هبة الأباصيري على قناة CBC إن الفنان الراحل محمود مرسي ندم كثيرا على طلاقه منها، موضحة أنه عبر عن ذلك في مقال كتبه بعد الانفصال، ووصلها لاحقا وأبكاها بشدة. وأضافت أن مرسي كان يشعر بندم كبير، إلا أنها كانت قد تزوجت في ذلك الوقت من الكاتب سعد الدين وهبة، واستمر زواجها منه لمدة 35 عام، مؤكدة: لو كنت أعلم أنه نادم ويريد العودة إلي لما تزوجت. وأوضحت أن الطلاق تم غيابيا أثناء سفرها الراس البر بسبب العمل، مشيرة إلى أن الكبرياء أخذ طريقه بينهما، رغم أن فترة زواجهما لم تشهد أي خلافات تذكر. وتحدثت عن رد فعلها وقتها قائلة أن هي قررت أن تقضي ليلة مختلفة مع أصدقائها، محاولة إخفاء ألمها الداخلي، مضيفة: كنت كأنني قد طير يرقص مسبوحا من الألم.